الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي وأخواتي جميع من يسمع هذا التسجيل من أهلنا أجمعين. أردت أن أبين القدر المتفق عليه الذي لا يختلف فيه اثنان من المسلمين المتبعين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى فيما يتعلق بهذا القانون المثير للجدل. أول ذلك أن المسلمين متفقون جميعا على أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحل ويحرم ويجرم، وأن من دون الله لا يملك ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الحكم وحده، وهو الذي يشرع وحده، والتشريع من خصائص الإلهية. ولذلك قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: أفرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يحل لأي إنسان أن يشرع ما لم يأذن به الله، ولا أن يسعى لتقرير ذلك، ولا أن يوقع عليه، ولا أن يصوت له، ولا أن يشارك في إقراره. فالله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحل ويحرم، ومن قرر خلاف شرعه أو أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد حاد الله في ملكه. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا وجعله فاحشة من أكبر الكبائر، ورتب عليه حدا من حدوده، سواء كان هذا الزنا بمحرم أو أجنبية، بكبيرة أو صغيرة، بطائعة أو مكرهة، بأي حال من الأحوال، فالزنا من أكبر الفواحش. ولذلك قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وحرم الله سبحانه وتعالى على المؤمن والمؤمنة الاقتراب منه وكل ما يؤدي إليه، فأوجب الله على المؤمنين والمؤمنات حفظ فروجهم، فقد قال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد رتب الله تعالى على الزنا حدا من حدوده، فعلى الزاني البكر أوجب الله تعالى جلد 100
وتغريب سنة. وعلى الزاني المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى أيضا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجم إلى الموت. وقد قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وقد صح في صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن مما أنزل الله على رسوله آية الرجم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجم معه أصحابه. وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أشخاص في حياته من الذين زنوا وهم في حال إحصان. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بعض ما يتعلق بالزنا من العقوبات غير هذا، كما يتعلق باللعان وانقطاع النسب وغير ذلك. وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يثبت به الزنا من الشهادة، وبين كذلك ما يتم به اللعان من الأيمان. وكل تحرش لقصد اللذة بأجنبية أو بمحرم لا تحل للإنسان، فكل تحرش أو ما يؤدي إلى اللذة بمن لا يحل للإنسان التلذذ بها، أو ما لا يحل للمرأة التلذذ به من الرجال، فهو كذلك من الفواحش والكبائر. وما دون الزنا منه رتب فيه عقوبة تعزيرية يحددها الحاكم بما يكون رادعا للناس. ولا شك أن الذنوب تزداد بحسب ظروفها، فيزداد عقابها الأخروي وتشدد عقوبتها الدنيوية بحسب ظروفها. فالزنا بالمحارم أشد من الزنا بالأجنبيات، والزنا بالمكرهات المغتصبات أشد من الزنا بالطائعات، والزنا بالمتزوجات أشد من الزنا بالخوالي، لأن كل ذلك فيه حقوق متعدية. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فحدد ما للرجال من الحقوق وما للنساء من الحقوق، وبين ذلك في كتابه وبينه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. على هذا فلا يمكن أن يكتسب بعد ذلك حق جديد، لأن الله أكمل الدين وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحقوق هي ما حدده الشارع وبينه، فهذه هي الحقوق التي جعل الله لكل فرد من المجتمع، وهي مبينة واضحة لا إشكال فيها. الأمر الثالث أن كل تعد على الحقوق أو ظلم فهو أيضا من أكبر الكبائر وأشدها، وقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده كما في الحديث القدسي الصحيح:
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد أثنى الله على نفسه بأنه لا يظلم، قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال وما ربك بظلام للعبيد. وقد بين الله خطر الظلم وحرمته وضرره، فقد قال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا